مشروع الاعتدال في السعودية. نعم. وين موقعك من هذا المشروع؟ أنا داعية الاعتدال والوسطية فقط. يعني أنت مؤمن بهذا المشروع وسوف تدعم هذا المشروع؟ الواحد الأحد، وكذلك يجعلناكم أمة وسط. أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة وخالفت سماحة الإسلام وخالفت الدين المعتدل الوسطي. قصيدة مؤثرة أعتقد في الرئيس الراحل العراقي صدام حسين، ويعني حتى خاطبته بالشهيد. والله أنا قلت أتمنى له الشهادة لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القصيدة المنسوبة إلي أنني مدحت صدام أو رثيته، والله ما قلت بيتا منها والذي نفسي بيده. أنا هجوت صدام لما هزم في الكويت وسببته ووقفت ضده لأنه دكتاتور وطاغوت وظالم. رأينا كيف أخرج لنا مثل طيب رجب أردوغان الذي وقف المواقف القوية حتى المشرفة ضد إسرائيل. هذا الرجل هو أول زعيم زار المبكى اليهودي ولبس الطاقية، وهذا موثق بالصور، لبس طاقية اليهودي الذي يدعي الآن أنه سوف يحرر. أنا شوف الوحيد يمكن ممن يعني مع مجموعة طبعا لم أذكر الجهاد في العراق ولا في سوريا، ولم يأتي اسمي حتى في الأطروحات اللي طرحها بعض المذيعين وبعض المحاورين، وأتحدى أن يؤتى بشريط أو بمقالة أو بمقطع إني قلت الشاب أو قلت أفتيته أو غرر. أعلن من هذا المنبر في هذه الليلة وهي أمانة في أعناقكم أن يحيي الجهاد والتضحية والمقاومة في العراق ضد المحتلين. يجب على السوريين أن يحملوا السلاح، كل من يستطيع حمل السلاح يحمله ويقاتل بشار الأسد، قتله أوجب من قتل إسرائيل الآن. أنا أعلنت من زمان أني لا دخل لي في السياسة، وقلت هذا في عدة مناسبات، حتى لما تولى مرسي. أنا زرت مصر في تلك الفترة لم آتي بكلمة مرسي أبدا. أنا أقول للدكتور الرئيس محمد مرسي، أنت كما قلت لنا للشعب المصري وللعالم وقد سمعنا ذلك، أنت رئيس لكل المصريين، وهذا الذي نعتقده فيك ونريد أن نرى هذا ونشاهده، فأنت رئيس للكل. تلاميذ العلماء اليمن وأدباء اليمن وتاريخ اليمن المشرق العظيم، فأسأل الله أن يزيدكم توفيقا. وقد كتبت أنا في الشرق الأوسط مقال وذكرت فخامتكم وقلت أني خاطب فيكم الحكمة، لأن الإيمان يماني والحكمة يمانية. وصالح أحرقت بالنار جبهته ما شاء الله، والشعب زمجر والتاريخ يلتهب. عاصفة الحزم، عاصفة سلمان خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، انطلقت تبشركم بإذن الله.